تقديم ميزار. يا ربي بارك في القليل وارزقني رزق حلال، صابر وصبر جميل لو كانت حمولي جبال. يا ربي بارك في القليل وارزقني رزق حلال، صابر وصبر جميل لو كانت حمولي جبال. طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من خدع يا رب غيرك في ركوعي وفي السجود. طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من خدع يا رب غيرك في ركوعي وفي السجود. يلي بقدرتك ترزق عباد مساكين، ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين. يا ربي يلي بقدرتك ترزق عباد مساكين، ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم ضاقت عليهم تتفتح 1000 باب. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم ضاقت عليهم بتفتح 1000 باب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم مستمعي إذاعة معنى الجنة في برنامجكم قلب يعرف الله، والبرنامج اللي احنا اتعلمنا منه ان احنا كل مرة بنتكلم عن حاجة تقربنا من ربنا، وبنتكلم عن خلق من أخلاق الإسلام. بداية طبعا أنا بطلب من كل مستمعي إذاعة معنى الجنة يدعي كده إن شاء الله بالشفاء العاجل لجده جمال، لأن طبعا كلكم عارفين إن جده جمال في العناية المركزة. فرب كده يعني يرجعونا بالسلامة. حاجة تانية يا جماعة، احنا الحلقة النهاردة يعني أنا حاسس إن هي حلقة تبقى يعني مختلف عن الحلقات شوية، لان احنا لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا مرينا بيها، وانا يعني بالاخص انا بالذات مريت بيها يعني بخصوص مرض جدي. اول حاجة هنتكلم عن طبعا المشكلة اللي حصلت بين مصر والجزائر. هرجع واقول يا جماعة، وقلتها قبل كده وقبل ماتش يعني قبل المباراة، انا قلت يا جماعة احنا معرضين لمشكلة اللي هي الاعلام. يا جماعة الاعلام دوت يا اما يكون هادف او يعني بناء او يكون هدام. فاحنا مشكلتنا يعني مشكلة الناس في حد ذاتها ان هم يعني بيمشوا ورا الحاجة من غير ما يتحققوا وراها. بمعنى ايه؟ يعني احنا دلوقتي شفنا قبل ما عارفين، طب بلاش، احنا زي ما بنشوف كده ماتش مصر الاهلي والزمالك. يا جماعة احنا اساسا مشكلتنا ان حتى يعني وقت ماتش الاهلي والزمالك بنعمل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وتقوم حرب قبليها بيننا وبين بعض. وبالرغم ان لو واحد زملكاوي قاعد في مدرجات الاهلي
وقال جون بس، هيحصل في ايه؟ هيموت. ده مصري وده مصري، شوفوا بيعملوا ايه. ما بالك بقى لما يكون مثلا الناس بتستغل الموقف ما بين بلدين، ومن بين بلدين ايه، عرب. يا انا مش عارف اتكلم في حاجة، بس انا هرجع واقول يا جماعة احنا مشكلتنا ان احنا بنعمم، يعني بنحط كده بالبلدي كده العاطل على الباطل. يعني احنا خلاص احنا ملايكة، والجزائر برضك اللي هم شايفين برضك ان احنا غلطانين ملايكة. ما ينفعش يا جماعة. لو هنحسبها كده يبقى معلش، يعني ما كانش يبقى في حاجة حلوة اسمها حلو ووحش او جنة ونار. كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، زي ما كل في بيت مصري فيهم الناس الكويسة وفيهم الناس الوحشة، او جوه العيلة فيها الناس الكويسة وفيها الناس الوحشة. لكن انا مش عارف اوصلها لكم ازاي، بس اللي انا عايز اوصلها لكم يا جماعة ان احنا في الاخر عرب. انا هقول لكم حاجة انا مريت بيها زي ما قلت لكم اول حلقة. انا جدي وقت ما تعب وكنت نازل عشان اوديه. تخيلوا يا جماعة، يعني بغض النظر بقى عن مصر والجزائر والكلام اللي انا شايفه ان هو اصلا المفروض احنا ما نتكلمش فيه، بس يعني اللي كان قاعد مع جدي مين؟ كان سايب محله، مش جزائري طبعا. يعني اللي كان قاعد معاه واحد مسيحي يا جماعة. اللي كان قاعد مع جدي واحد مسيحي، قاعد مستنيه لغاية ما يلبس عشان ينزله من الدور الرابع من بيته عشان ينزل تحت معايا مسنده. وقال لي انت بس خليك على جنب محمد عشان انا اللي هعرف انزله. وفضل قاعد معاه اكتر من كذا يوم، قاعد يسأل عليه رايح جاي طالع نازل، وسايب محله. مسيحي يا جماعة، مش بقول لكم جزائري، مسيحي. لما مسيحي يقف وقفة رجالة زي ما بيقولوا مع مسلمين، طب ما احنا كنا ممكن نيجي نقول بقى معلش ده مسلم وده مسيحي معلش، وفي منهم في ناس بتعمل كده. مسيحي نزل طلع نزل جدي لغاية العربية تحت، فضل معاه لغاية ما ما اكتفاش بكده، ده فضل معايا لغاية النهاية. وبعد ما جبنا عربية الاسعاف طلعنا على المستشفى، كلمنا على الموبايل. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان في حاجة اسمها ان ربنا قذف في قلبه الرحمة. ده اللي انا بتكلم فيه. لكن احنا للأسف يعني بننسى الموضوع ده خالص.